ثروته زادت لأكتر من 3 مليار و850 مليون في سنة واحدة بس. والذهب هو كلمة السر ومش بيستثمر غير في المناجم بس يا ترى ايه سر ثروة نجيب ساويرس والرقم الضخم ده وراه ايه؟ وبينصح الشباب بايه؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. من زمان واحنا عارفين ان نجيب ساويرس من اكتر الناس اللي مؤمنة بالذهب، لدرجة ان اغلب استثماراته محطوطة فيه. وده مش كلام مرسل، ده أرقام حقيقية. الراجل طول عمره شايف إن الذهب هو الملاذ الآمن، وعشان كده دايما بينصح الناس إنهم يحافظوا على جزء من فلوسهم في الذهب، خصوصا في أوقات الأزمات وعدم الاستقرار. والدليل على كده إن نجيب ساويرس قدر يحقق مكاسب وصلت لحوالي 3 مليار و850 مليون دولار خلال سنة 2025، وده خلى ثروته بتوصل لأرقام قياسية عالية جدا. وحسب بيانات بلومبرج ثروة ساويرس بقت حوالي 10 مليار و700 مليون دولار، يعني زادت ب 3 مليار و850 مليون دولار مرة واحدة، بنسبة تقريبا 55.9% مقارنة بنهاية سنة 2024. بس النجاح ده ما جاش بالصدفة ولا بالحظ، ده نتيجة خطة واستراتيجية استثمار محسوبة كان مركز فيها بشكل أساسي على الذهب، لأنه شايف دايما الملاذ الآمن وقت الأزمات والتوترات السياسية اللي بتحصل في العالم. نجيب ساويرس قال إن حجم استثمارات شركة أوراسكوم في مناجم الذهب وصل لحوالي 1.5 مليار دولار، وده رقم ضخم بيوضح قد إيه هو مراهن على المعدن الأصفر. مش بس كده، ده كمان أكد إنهم شغالين طول الوقت على إنهم ياخدوا رخص جديدة ويعملوا اكتشافات أكتر عشان يزودوا إنتاجهم من الذهب. لا ولسه، ده قال إن شركته عملت شركة متخصصة للتنقيب عن الذهب، وقدرت تاخد 9 رخص استكشاف داخل مصر، غير رخص تانية في أوزبكستان، ولسه بيسعوا إنهم ياخدوا رخص أكتر في دول مختلفة بهدف إنهم يزودوا إنتاج الذهب في السنين اللي جاية. يعني الموضوع مش استثمار وخلاص، ده مشروع طويل الأجل مبني على رؤية واضحة. ومن الحاجات اللي ناس كتير ما تعرفهاش إن نجيب ساويرس كان نفسه يدخل في منجم السكري، وفعلا حاول يشتري حصة فيها وقدم عرض رسمي لشركة سنتامين، لكن الصفقة ما كملتش وقتها. وبعد كده لما اتسأل هل ممكن يفكر يشتريه دلوقتي، قال إن الوضع اختلف تماما بعد ما شركة تانية استحوذت على المنجم، خصوصا إن شركة أنجلو جولد أشانتي استحوذت على سنتامين، وبالتالي الموضوع بالنسبة ليه بقى شبه منتهي. بس رغم كده الحقيقة إن ساويرس لسه شايف إن منجم السكري استثمار مصري مهم، وكان دايما بيكرر إن وجود مستثمر مصري فيه كان هيكون حاجة أفضل، لأنه في النهاية مورد استراتيجي كبير. نجيب كمان اتكلم عن سبب الارتفاعات الجنونية اللي بنشوفها في أسعار الذهب، وقال إن في 3 أسباب رئيسية ورا الارتفاع. أولهم إن عدد المناجم الجديدة اللي دخلت الخدمة في السنين الأخيرة قليل جدا، كمان إن أي منجم جديد عشان يبدأ إنتاج فعلي محتاج حوالي 6 سنين شغل، والمعروض من الذهب قليل، وفي نفس الوقت الطلب بيزيد بشكل كبير. الطلب ده جاي بالذات من دول زي الصين وروسيا اللي بيعتبروا من أكبر المشتريين للذهب في العالم، غير كمان خفض الفايدة عالميا، وده كله بيصب في مصلحة الذهب ويخليه يطلع أكتر. يعني باختصار، حسب كلامه الفترة اللي جاية لسه ممكن نشوف ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب. وعلى فكرة ساويرس دايما بيحب يوضح نقطة مهمة جدا، ويقول أنا مش بستثمر في سبائك وخلاص، أنا بستثمر في إنشاء مناجم للذهب وفي عملية استخراج الذهب نفسها. وده فرق كبير، لأن الاستثمار في المناجم بيكون استثمار طويل المدى ومربوط بالإنتاج الحقيقي. بس في نفس الوقت ساويرس بيحذر من إنك تحط كل فلوسك في الذهب، ودايما بينصح بالتنويع. يعني لو معاك 100 جنيه مثلا، الأفضل تحط 25% في الذهب و25% في العقار، والباقي سيولة معاك تستخدمها وقت الحاجة أو الأزمات، عشان تبقى مأمن نفسك ومش حابس فلوسك في حاجة واحدة. انت بقى قول لنا، ثروتك زادت قد ايه في 2025؟